من سينفذ أولى ضربات الترجيح؟ إذا ننتظر توجه الحكمات إلى المرمى اللي تخطف فيها ضربات الترجيح. شيماء الناجي تتجه للمرمى. إذا أولى الضربات غتكون لفريق سبورتينغ الدار البيضاء، ولا غيكون وراء الكرة ربما زيد ملاك زيد الكيلاني. إذا ملاك رقم 11 تنفذ أولى. دائما ننتظر الحكمة كتعطي التعليمات للحارستين فاطمة الزهراء بومبارا وكذلك شيماء الناجي. إذا اللي غينفذ أولى ضربات ربما هو فريق ديال الرجاء الرياضي. إذا فريق الرجاء هو اللي، لأن فريق ديال الرجاء هو اللي عزل المرمى اللي الساعة كنتظروا شكون غينفذ ضربة الجزاء الأولى، اللي حتى مو معروف فريق واش إذا فريق سبورتينغ هو اللي غينفذ ملك زيد الكيلاني. إذا أولى ضربات الترجيح لفريق سبورتينغ الدار البيضاء. إذا ملك زيد الكيلاني فاص مع الحارسة شيماء الناجي. من سيتعلق؟ هل حارسة المرمى أم المهاجمة ملاك زيد الكيلاني؟ ننتظر إعطاء إذا أولى ضربات الجزاء ملاك السعيد والحارسة شيماء في المقابل. من إذا ملاك وتضيع، والحارسة شيماء تتألق وتصد أولى الفرص وأولى ضربات الترجيح. إذا ملاك تضيع أولى ضربات الترجيح لفريق سبورتينغ. إذا شيماء الناجي تتعلق في صد أولى ضربات الجزاء. إذا نوال الزين من الرجاء وبومبارا حارسة مرمى سبورتينغ. مواجهة بين الطرفين
إذا نوال الزين صاحب التجربة الكبيرة، نوال والهدف الأول. إذا 1-0 تقدم الرجاء أمام سبورتينغ. ثاني ضربات الجزاء الترجيحية شيرين حنيدل والحارسة شيماء. إذن شيرين هل ستسجل أم تكون لشيماء؟ إذن شيرين تسجل. إذن شيرين سجل هدف التعادل. سبورتينغ نفذ جوج ديال ضربات الترجيح، سجل منهم واحدة. والرجاء إذا أميمة حركوس، إذا أميمة والحارسة بومبارا. هل بومبارا ستصد هذه ضربة الترجيحية وتعيد سبورتينغ للواجهة أم حركوس ستسجل الهدف الثاني للرجاء؟ تنفيذ والهدف الثاني لفريق الرجاء. طريقة جميلة حركوس تضيف هدف الثاني لفريق الرجاء الرياضي. 2-1 بعد تنفيذ جوج ديال ضربات الترجيح لكل فريق. والماحي كوثر في تنفيذ الضربة الترجيحية الثالثة لفريق سبورتينغ الدار البيضاء. إذن الماحي والحارسة شيماء الناجي من فائدة الناجي. إذا تعلق الحارسة شيماء الناجي. إذا كوثر تضيع الماحي وتصدي الثاني لفريق الحارسة شيماء الناجي. هل كتعلق بصدها جوج ديال ضربات الترجيح والتنفيذ الضربة الثالثة. ديمبيلي رقم 8 هل ستسجل في حال تصدي فاطمة الزهراء بومبارا؟ ستعطي انتعاشا لفريق سبورتينغ. ديمبيلي والحارسة بومبارا. إذا ديمبيلي تأخذ كامل الوقت ديالها. بومبارا وديمبيلي، بومبارا وديمبيلي تسجل الهدف الثالث. 3-1. الضربة الترجيحية الرابعة لفريق سبورتينغ. إذا سجلت سامية مفتاح سيتفوق حتى ضربة جزاء الرجاء إلى الدور القادم. سامية مفتاح هل تسجل ضربة جزاء الثانية لفريق سبورتينغ؟
إذا سامية مفتاح في تنفيذ. إذا سامية بطريقة جميلة كتسجل الهدف الثاني لفريق سبورتينغ. إذا 3-2 نوري. إذا نوري غسلان في حالة تسجيل الرشاء يمر للدور القادم. في حالة الضياع سننتظر ضربة الجزاء الخامسة. إذا الكل كيتوجه نحو النوري غسلان من أجل حسم المباراة، وبومبارا من أجل صد هذه الضربة الجزاء ورجوع سبورتينغ في المباراة. نوري وهدف وتعاون الرجاء. إذا الرجاء إلى الدور الرابع من إقصائية كأس العرش بعد التفوق على سبورتينغ ب 4-2. إذا الرجاء تتأهل 4-2 أمام فريق ضربات ترجيحية أمام فريق سبورتينغ. هنيئا لفريق الرجاء، هارد لك لفريق سبورتينغ. إلى اللقاء إلى مقابلة قادمة بحول الله.